في طريق النجاح انت محتاج حاجتين من غيرهم مش هتنجح. اول حاجه هي النفسيه بتاعتك لازم تكون متظبطه، وده اللي اتكلمنا عنه الفيديو اللي فات. والحاجه التانيه هو خط النهايه، يعني الهدف بتاعك. لو مش عارف انت رايح فين فانت مش توصل. ولو مش عارف ان تحديد الهدف مهم، فخليني اخدك في كام رحله تغير لك افكارك. ارجع كده بينا بالزمن لحد النبي صلى الله عليه وسلم. حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم كان مثال واضح انه لازم تكون عندك رؤيه، لازم يكون عندك هدف وخطه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم الهدف اللي ربنا اوحى له بيه هو نشر الرساله، وكان متاكد ان هيوصل للهدف بتاعه. ومواقف كتير جدا حصلت في السيره بتثبت لنا ده، بدليل صلح الحديبيه او الاتفاق اللي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش. الاتفاق اللي يفهمنا قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده رؤيه وعنده اهداف وعنده خطه للي جاي. ولا لما كان في الخندق والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابه اعطيت مفاتح اليمن وفارس. كل ده دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم عارف هو عايز ايه بالظبط، ومخطط له وعنده هدف واضح وعارف يوصل له ازاي. طب خلينا نقدم خطوه قدام. في غزوه مؤتة، الغزوه اللي اتقتل فيها 3 من كبار الصحابه، واللي ساعتها سيدنا خالد بن الوليد مسك الرايه واصبح قائد الجيش. مطلوب منه ساعتها ان هو يتصرف، ياخد قرار اما انه يكمل هجوم او انه ينسحب. وساعتها سيدنا خالد بن الوليد حط الهدف بتاعه ان هو ينسحب بالجيش من غير اي خسائر، من غير ما جيش الكفار ينقض على المسلمين. فاصبح عنده هدف ان هو ازاي ينسحب ولكن من غير ما يتم ابادتهم. فسعى للهدف ده وخطط له ونجح ليه. او خلينا نرجع كام خطوه لورا لسيدنا موسى عليه السلام. سيدنا موسى كان هدفه هو هدايه قومه، وانه يخرجهم من الظلمات اللي فرعون دخلهم فيها، ونجح في ده فعلا وخطط له ومشي في الطريق لحد ما نجح. ولو رحنا للقرآن هنلاقي ربنا عز وجل بيقول لنا، اسمع كده: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهنا ربنا عز وجل حط لينا هدف قصير المدى واللي هو العبادة. كمل معايا كده واسمع: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وزي ما شفت ربنا عز وجل بيوضح لنا الاهداف بتاعتنا في الحياه، سواء اهداف قصيره المدى اللي هي الاهداف اللي انا بعملها يوميا عشان توصلني للهدف الكبير واللي هو الجنه. الفكره باختصار انك انت بدون هدف فانت تايه وعمرك ما هتوصل لحاجه. عامل زي صاحبنا لما ركب اتوبيس مش مكتوب عليه اي يافطه ولا اي حاجه، ولا حتى يعرف خط سير الاتوبيس ده ايه ولا رايح فين. صاحبنا ده مستحيل يوصل لحاجه، والمكان اللي هيروحه مستحيل يكون المكان اللي هو عايزه. وبالتالي ده يوضح لك انك لازم يكون عندك اهداف. طيب السؤال اللي جه في بالي وفي بالك دلوقتي، انا ازاي احط الاهداف بتاعتي؟ ركز معايا كده عشان الكلام اللي بيتقال ده بيتقال في كورسات وبيدفع فيها فلوس كتير. بص يا صديقي الطيب، لازم الهدف بتاعك يكون سمارت. وتعالى نفهم معنى كل حرف من كلمه سمارت. اول حاجه حرف الاس، سبيسيفيك، يعني محدد. يعني لازم الهدف بتاعك تكون محدده بدقه. ما ينفعش تقول انا عايز انجح وخلاص، لازم هدفك يكون متحدد وبدقه جدا. الاهداف العامه ما بتوصلش لحاجه، فلازم تحدد هدفك بدقه. الام يعني ميجرابل، يعني قابل للتقييم. يعني كل فتره تعرف انت فين وقدامك قد ايه عشان توصل للهدف ده. وده يوضح لك ليه لازم الاول الهدف بتاعك يكون محدد. حرف الايه يعني اشيفابل، يعني قابل للتحقيق. اغلبنا بيحط اهداف اصلا عمره ما هيوصل لها ولا هيعرف يوصل لها، وبالتالي ما بيوصلش لحاجه. وده يوضح لك انك ليه لازم هدفك يكون هدف واقعي تقدر انك انت تحققه. يعني ما يبقاش هدفك وطموحك حاجات انت مش هتعرف توصل لها اصلا. الار يعني ريزونبل، يعني له سبب. يعني لازم تكون عارف انت بتسعى للهدف ده ليه، يعني انت ليه اصلا عاوز الهدف ده. وده مهم جدا تعرف انت بتعمل الكلام ده ليه. التي يعني تايملي، يعني محدد بوقت. يعني طول ما انت محدد لنفسك وقت فده هيحميك من التأجيل والتسويف والمماطلة اللي دايما بتقابلهم في حياتك. وده يخليك فعلا انك انت قادر انك تحقق الهدف بتاعك في الوقت المظبوط. وبالتالي لازم هدفك يكون سمارت. لازم الحاجات اللي قلناها دي تكون موجوده في الهدف بتاعك ايا كان هدفك ايه، والا يبقى انت بتضيع وقتك. وشويه ملحوظات مهمه لازم تكون محطوطه في الاهداف اللي انت تحطها لنفسك، هتفرق معاك كتير. زي مثلا لازم الهدف بتاعك يكون واقعي، ولازم الاهداف بتاعتك تكون منسجمه مع بعضها. ما ينفعش اكون انا دكتور صيدلي وباخد كورس في الرسم الهندسي ملوش لازمه ليا. لازم تكون اهدافك واضحه، لازم الهدف يكون واضح ليك، ولما تكلم حد تعرف تعبر عنه بأبسط الكلمات. لازم هدفك يكون متوافق معاك، لازم يكون هدفك انت وبس، هدفك بيمثلك انت وبس، حاجة انت نفسك توصل لها، حاجة انت عايز تحققها بتاعتك انت مش بتاعت غيرك. اهدافك هي ملكك انت وبس كده. دول شوية نصايح زي اللوز، دورك بقى انك انت تكتبهم عندك في ورقة وتبدأ انك انت تفكر ازاي تطبقهم في حياتك. وما تنساش وانت بتحط اهدافك تحط منهم هدف انك تدعمني بلايك وكومنت وسبسكرايب وشير والكلام الجامد ده. ولو عندك مشكلة بتقابلك قولها لي في الكومنتات عشان نلاقي لها حل سوا. اتفقنا يا صديقي الطيب؟ يلا سلام.